اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هعمل بقى النهاردة بانيه. هعمل لكم طريقة بانيه حلوة قوي، والكفر اللي عليها مش هيفك خالص وحلوة قوي. شوف الطريقة. انا عندي الاول هنا فراخ بانيه. الفراخ البانيه دي انا نقعاها في ليمون، ليمون وملح. حطيت بعملها ازاي؟ بحط في الخلاط عندي من 3 4 ليمونات، وكمان بحط عليها شوية مية، وبضربهم في الخلاط بالقشر بتاعهم، وبعد كده بصفيهم. خلطة الليمون دي بقى حلوة قوي لأي طيور عندكم، لأي حاجة. أنا كمان بنقع فيها الكبدة، وبعملها للممبار، بعملها لكل حاجة عندي، وكمان هتخليلكوا الحاجة ملهاش ريحة زفارة خالص. عندي بقى لتتبيلة البانيه مية بصل ودقيق وبيض وتوابل طبعا، وكمان البقسماط اللي هنغلف بيه البانيه. هنا بقى غسلت البولة كويس، فضيتها وغسلتها كويس. الفراخ بقى بعد ما صفيتها، والله يا جماعة حكاية الليمون دي جربوها، مش هتديكوا ريحة زفارة خالص، وبتعملوها بقى لأي حاجة زي ما قلت لكم. كمان بعمل بيها السمك. بعد بقى ما غسلت البولة عندي كده، هنزل بقى بيها بالدقيق. هنزل بشوية كده الأول، تمام. هنزل بقى عليها بالبيضتين اللي عندي، مش هحط الكمية كلها اللي عندي لغاية برضو ما اشوف. فلفل اسود بقى عشان البيض والزفارة، كمان عشان التتبيلة. كزبرة ناشفة، توابل بقى فراخ، شوية كده من توابل الفراخ، بالشكل ده كده. وهقلب بقى الخلطة اللي عندي دي كده لغاية ما اشوف السمك بتاعها. عايزة دقيق، عايزة مثلا مية بصل. هشوف مية البصل بتخلي انا مش بحب احط بصل مفروم صراحة في تتبيلة البانيه اللي عندي، بحب احط مية بصل. هدوبها بقى كويس. بعد بقى ما دوبت بقى الخلطة مع بعضها كده، بقت بالسمك كده حلوة قوي السمك كده. هنزل بقى بقطع الفراخ اللي عندي كده، تمام. انا عندي هنا نص كيلو بانيه. هنقعها بقى في الخلطة دي كده. انقعوها بقى على قد ما تقدروا، نص ساعة، ساعة، قبلها بليلة. كل ما تسيبوها في الخلطة دي كل ما هتشرب من الطعم وتبقى احلى. هسيبها بقى انا كده تتبل براحتها. هنعمل بقى صلصة مكرونة. ما هو بانيه يبقى لازم معاه مكرونة. عندي بقى حلة كده سخنتها كويس، تمام. وبعد ما سخنتها كويس هنزل بقى عندي طماطم مضروبة ومتصفية، ضربتها وصفتها. احط لها بقى التوابل، فلفل اسود، عندي بقى مرقة فورية اللي هي بطعم اللحمة، تديها طعم حلو. ملح بقى مش كتير عشان المرقة الفورية بيبقى فيها ملح.
تتسبك براحتها. عندي بقى هنا ده بقسماط بس مش متبل، هبدأ بقى اتبله. عندي بقى فلفل اسود، رشة من الكزبرة الناشفة، رشة ملح، ورشة كمان من توابل الفراخ اللي عندي. هقلبه بقى كده مع بعضه عشان يبقى التوابل زي اللي في البانيه بالظبط، تبقى عندي في البقسماط كمان. بعد ما قلبته كده بقى، طبعا بقى سبت الفراخ عندي في التلاجة، غطيتها ب يا بتغطوها بكيس بلاستيك بتاع تلاجة، يا بتغطوها بطبق او غطا علبة، ماشي، يكون كويس، وبتسيبوها في التلاجة. انا سبتها تتبل لمدة ساعة كمان، انتوا ممكن تسيبوها اكتر. هاخد بقى كده الفراخ بتاعتي عندي بقى كده، هغطي بقى عندي كده الفراخ كويس. اهم حاجة تدوسوا عليها كويس، ما تخلوش حتة باينة خالص، اتكوا عليها كده بايديكم عشان البقسماط يغلفها بالشكل ده كده. تمام، هنفضل بقى نكمل بنفس الطريقة كده. تصفوها من الخلطة كويس، بعدين ننزل بيها هنا على البقسماط برضو، نعيد العملية التكرير تاني كده، نكرر الخطوة دي تاني كده. اهم حاجة عندي ان انا اتبلها كويس، تبقى بالشكل ده. وكل مرة بقى هنمسك البقسماط ده ننخله عشان ميبقاش فيه فتافيت. تمام، بالشكل ده. هكمل بقى انا كده الكمية اللي عندي كلها وهوريها لكم في الاخر. بعد كده بقى ما خلصت كمية البانيه اللي عندي بالبقسماط، غلفت البانيه اللي عندي كله بالبقسماط، هنبدأ بقى نقلي كده. حطيت بقى طاسة عندي على النار كده، شوف بقى كده الزيت سخن عندي خالص. هنزل بقى بقطع البانيه اللي عندي، بسم الله. اهم حاجة الزيت اللي عندي يكون سخن بالطريقة دي، وبهدي عليه بقى النار شوية عشان ما ياخدش لون بسرعة وما يستويش من جوه. فهدي عليه بقى النار كده واحدة واحدة. البانيه بقى كده خد عندي لون حلو، هطلعه بقى وهنزل الكمية اللي بعده. هنا بقى اخر قطع بانيه عندي، 3 قطع بانيه عندي بحمرهم. الصلصة كمان قربت تسبك خلاص. وهنا حطيت طبعا مية بتغلي المكرونة عشان اسقط فيها المكرونة. عندي بقى كده الصلصة اتسبكت خالص، هنزل بقى عليها كده بالمكرونة بتاعتي، المكرونة المسلوقة بتاعتي، سلقتها وصفتها واديتها شطفة. هنا بقى المكرونة بتاعتي ما سلقتهاش للاخر خالص، سايباها بقى اخر 5 دقايق كده ولا 10 دقايق، تاخد بقى من الصلصة كده وتتشرب براحتها من الصلصة. وطبعا بقى الصلصة احنا كنا حاطين كل التوابل عليها بس كده. هشوفها هشوفها كده بس لو محتاجة ملح ولا حاجة. بسم الله.
مظبوطة قوي ما شاء الله. بصوا بقى لون الصلصة حلوة قوي ازاي. سيبها بقى ايه تتشرب لها بقى اخر 5 دقايق كده. وكده بقى بعد ما جرفت الاكل بتاعي، جرفت المكرونة وعملت طبق سلطة وكمان البانيه. شوفوا بقى منظر البانيه شكله عامل ازاي، بجد حلو قوي. والمكرونه الاكل صراحه ريحته حلوه قوي. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير وتشتركوا في القناه، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.